تصور البعض في سنة 67 اننا انتهينا واننا لابد الى زوال. حتى القوميين العرب اللي هم جورج حبش، تسمع عنه جورج حبش، كان على علاقة كويسة جدا معنا، ولكنه تصور ان احنا انتهينا فجهز نفسه ليرث فهاجمنا على اساس ان احنا وضع منتهي لابد ان ينتهي. وعلى هذا الاساس بدأ مهاجمته لينا وانتقل، هو كان معتدل، انتقل الى اعلن انه اعتنق الماركسية اللينية وقال ان احنا حكم برجوازي. على هذا الاساس ما خلصناش، احنا قاعدين. فهو بيبعت لي جوابات بيقول انه عايز يجي يقابلني وعايز يسوي وعايز يعمل. طبعا انا لا اثق فيه لانه هو شخص انتهازي، بما انه يعني عمل هذا العمل كيف اتفاهم معاه؟ لا يمكن. فيتقف العراق وتقول لا يحق لعبد الناصر ان يتكلم باسم الشعب العربي، وهو الان يستسلم للاسرائيل ويستسلم للامريكان. وان طليعة النضال العربي هو حزب البعث. يطلع ابو مدين في الجزائر ويقول انا اتكلم باسم الشعب العربي وبتاع. الهزيمة اللي حصلت في 67 ما حصلش مثلها في التاريخ، وكانت مسبة للعرب وهاجمنا في خطاب من حوالي 10 ايام او 15. احنا ما ردينا والله زي يعني. انا شفت الخطاب وسبته. انا لم امنعهم من انهم يتكلموا باسم الشعب العربي، بل بالعكس، ده انا هنا حملت البلد تضحيات من اجل العرب. الحقيقة هم عارفين، يعني الناس عارفين انها كتير. حتى بالنسبة لفرنسا وإيطاليا وألمانيا تذهب الجزائر هناك ويقول لهم انتوا ليه بتتعاملوا اقتصاديا مع مصر؟ متفليقة. واحنا الجزائر هي اللي النهاردة لها الصوت المرتفع في العالم العربي وبتاع، بدل ما بتدوا تسهيلات لمصر الدول. هم بلغوا هذا لوزير اقتصادنا كان هناك، ولكن لا يمكن ان احنا ناخذ ده لان هذا كلام كله ضايع. ولكن اذا ارادت الجزائر ان تحارب اهلا وسهلا، بتيجي تحارب، احنا بنفتح لها جبهة يعني. ولكن الموضوع هو كلام. انا كما قلت لسيادتكم في 14 انتصر ومدين والحسن الثاني، وبعد المؤتمر الثلاثي يبقى أبو مدين يقوم بزيارة رسمية لموريتانيا. رد الزيارة قمت بها أنا في 67 الجزائر، وسأحاول أن تفهمه على كل حال. يعني ولكن ما نعرف، هو كما قلت لكم يتحرك كثير هو مش مفتوح. هو طريقته يعني حتى تتكلم معاه ما يتكلم معاه. ولكن يجب الحرص على الجزائر، يجب ألا نتركها للتغير. وكما قلت في المنطقة أيضا بالنسبة لإفريقيا السوداء، على كل حال إفريقيا الغربية والوسطى اللي نعرف بدأوا يفهموا الموقف، ولذلك تصويتاتهم على القرارات وقبولكم المشروع روجرز كان له صدى عظيم في ناحيتهم، وقالوا هذا هو أقوى دليل على أن ما كان يقال عن الرئيس جمال عبد الناصر غير صحيح، وعنه ليس توسعي ولكن رجل سلمي ويريد حل سلمي للمشكلة، وإلا لم يكن شجاع ما قبل هذا، لأنه من الناحية الديماغوجية يصعب على حد ما يفهم المسؤولية يقبل. طبعا حينما قبلنا هذا كنا نعلم أننا سنهاجم من دول عربية، وكنا نعلم أن الجزائر وسوريا والعراق واليمن الجنوبي أيضا، أن اليمن الجنوبي يأخذ خط ماركسي متطرف يساري مع الصين. اليمن الجنوبي يسير.
احنا عندنا مثل في اللهجة الموريتانية العربية، هي تقريبا نقولوا اللي ما هو في الفتنة رجيل، من لم يكن يحارب مباشرة. طبعا هو شجاع لأنه يتكلم إذا احنا عندنا مثل بيقول اللي على البر عوام، اللي على البر بيعوم كويس لكن إذا نزل المية ربما يغرق. إذا على كل حال على المستوى الدبلوماسي موقفكم مؤيد تماما من ناحية الإفريقية بالنسبة للإفريقية، وفي اعتقادي أيضا أن في دول عدم الانحياز يكون هناك أيضا تأييد مماثل. هم أنا الرئيس تيتو أنديرا وبعتوا لي وقالوا لي إزاي ما أحضرش المؤتمر. الحقيقة أنا عندي وجهتين نظر. وجهة النظر الأولى احنا عايشين الحقيقة هذه الأيام على أعصابنا نتيجة الإعلانات الأمريكية اللي تدي مبرر لإسرائيل إنها تهجم علينا. وإحنا في هذه الأمور عندنا مركزية كبيرة جدا في الظروف دي. يعني في مركزية وإلا الأمور بتضيع. إن العملية ومركزية يعني أنا طبعا سواء لوزارة الخارجية أو لوزارة الحربية أو لكل واحد. فأنا مش قادر أروح اسكندرية، يعني أنا لم أستطيع أن أذهب إلى اسكندرية. أنا عائلتي في اسكندرية وأنا قاعد هنا. فبيقولوا ولو أروح 24 ساعة عملية صعبة. تعرف الرئيس تيتو؟ قضيت عنده زيارة رسمية في السنة، فهو بعت لي امبارح وبيقول لي إن أنا لازم. بعدين الحقيقة النقطة الثانية، يعني أنا في مؤتمرات عدم الانحياز باستمرار الواحد كان يساعد في الآخرين في حل مشاكلهم وده. فالحقيقة برضو يعز على الواحد إنه يروح وهو يطلب، يعني بيفضل إن أصدقائه يتكلموا بالنيابة عنه. لكن أنا في كل مؤتمرات عدم الانحياز ما كنت أطلب، بالعكس أنا كنت أطلب الآخرين. عمرنا ما طلبنا حتى كنا موضوع إسرائيل ما كنا بنحطه في مؤتمر عدم الانحياز. هم نقبل مشروع عايم جدا عشان ما نعملش بيه مشاكل، ويقولوا ان احنا العرب جايبينهم في مؤتمر عدم الانحياز عشان يعملوا قرار لإسرائيل. كنا نقبل حتى نطلع بدون قرار بالنسبة لإسرائيل. الدور ده ظروف تختلف جدا الحقيقة. على كل حال أنا نعرف بعض الشيء الرئيس تيتو، وسنعطيه السبب الأول هو عن الوضع. أنا بعت له قلت له الوضع المحلي، ولكن ما قلت له السبب الثاني. لا أنا لا أقوله. لا هو الراجل صديق لينا. ولكن هناك بعض الأشياء ما لا يستطيع إنسان يقولها إلا لنفسه. وبعدين أنا بروح المؤتمر وأقعد أطالب بقرار ومش فاهم. وهناك أيضا السبب الثالث طبعا أقل أهمية من الاثنين الأولين، ولكن لأنك لم تسافر إلى مؤتمر القمة الإفريقية طبعا، ولو سافرت لعدم الانحياز الأفارقة يقولوا لي أنا أيضا، يقولوا لي شفت رئيس ناصر ذهب لعدم الانحياز ولم يعمل وما جاء الإفريقية أو احنا نساعدوه وانت تقول لك. والله هو النميري ما كانش رايح أديس أبابا، كان رايح ليبيا. وانا بعت له انه يعني بلاش ليبيا. قلت له ان انا مش هقدر اروح ليبيا، ان مش هروح ليبيا ازاي وما اروحش المؤتمر الافريقي، وانت مفيش داعي تحضر ليبيا وروح المؤتمر الافريقي، ان بيبقى وجودك ليه وزن. في تبيين الاهتمام اللي يعطوا الدول العربية الإفريقية لمنظمة الوحدة الإفريقية، لأن أنا بعض الإخوان الأفارقة اللي نعرفهم ويعرفوني
فتحوا لي قلوبهم ويقولوا لي الإخوان العرب عندما يحتاجون يكونوا يذكروا أنهم أفارقة، وفي ظروف آخر ينسوا إفريقيتهم ويحبوا عدم الانحياز ويحبوا كذا وكذا. إذن هذا السبب الثالث واقع. ولذلك أنا في يوليو عندما اتصلت بسفيركم في نواكشوط قبل السفري في الوفاق، قلت له ابعث للرئيس اقتراحي، وعلى كل حال أنا سنلقاه إن شاء الله بعد مؤتمر أديس أبابا، ولكن إما يذهب للاثنين أو قد تغيب عن وهذا وضعناه في الاعتبار. ما قمت به في السنة الماضية، وهي جولات كجولة زياد سابقا، وبعد ذلك الأخ حسين الشافعي. والآخر أنا بعت الفايق إلى سكتوري لأنه كان عنده برضه بعض غموض، فبعت يسأل، فأنا قلت له أحسن أبعت له فايق بيشوف. والحقيقة الناس يعني موقفهم كويس. ولكن كما قلت لا بأس إن بعثتم رسالة تمضوا عليها شخصيا لكل واحد من هؤلاء الرؤساء الذين صوتوا أو صوتوا ممثلين، لأن هناك كما سمعت حتى الغابون صوت قال أنا ماني متحرف، لأن هذا كنت نصوت ضده ونتحرف. ولكن كما أن الجمهورية العربية المتحدة قبلت قرار هيئة الأمم المتحدة أنا مصوت، وحتى ساحل الهاج صوتوا، ولكن التحفظات لا تعني القرار، بل تعني كما قال بروسيدور العمل الإجراءات اللي اتخذ الرئيس للتصويت على المسألة. إذن صوتوا عليهم كلهم بالإجماع. قراركم أيضا فتح سفارات جديدة أيضا في بلدة العليا وفي تشاد وفي هذاك أيضا مهم. لو أن السفارات عندنا سفارات كثيرة في كل دول العالم مكلفة جدا. هي هذاك مكلف، ولكن في إفريقيا له عندنا في أمريكا الجنوبية وفي كل دول آسيا وفي كل دول أمريكا الجنوبية في كل أوروبا كثير. عندنا هنا 95 سفارة. هذاك بتشوف برضو أنديرا هل قابلتها؟ منو؟ أنديرا غاندي. لا ما نعرفها. أنا عندي في عدم الانحياز هنا في 64 كان شاستري مسكين هذاك. هي ما نعرفها، ولكن ندور ان شاء الله نتصل بها مباشرة. كانت موجودة مدام بندرنايك يعني. هذيك نعرفها، اتصلت بها هنا. ان هي حتحضر المؤتمر. ندور نتصل بها هي موقفها كويس، وقفلت سفارة اسرائيل واخذت موقف كويس جدا. ندور نتصل بهم. وبأنديرا أيضا نتصل بها، لأن هذه الاتصالات لها أهمية كبيرة. دور نعمل ذلك. وإن شاء الله في أكتوبر في بمناسبة أعياد ذكرى 25 لهيئة الأمم ندور أيضا إن شاء الله نسافر ونلقي خطاب. إحنا أيضا ما في استطاعتنا مساعدة مادية، ولكن لا والله أنت عملت مساعدة كبيرة جدا على كل حال. والله يعني قليل من كثير. أنا ما أنا راضي أشكر. لا تشكر. لكن يعني لا تشكر. لا والله لأن القضية يعلم الله نعتقدها قضيتنا طبعا. يعني أنا أعلم هذا، لكن حتشوف نيكسون طبعا إذا رحت. ما نعرف، لأن العلاقات لم تزل ما عاد عاودنا العلاقات، ولكن على مستوى قائم بأعمال. وإحنا اتفقنا مبدئيا العلاقات نعودوها
كما كانت على مستوى سفير، وعندما عودناها على مستوى قائم بأعمال قالوا لنا احنا نحبوا سفيركم يقدم اوراق اعتماد نيكسون واعطاه موعد، ولكن احنا في المرحلة الاولى ان سفيرنا في السنغال واللي نعتمدوه عندكم، احنا امتنعنا وبرقنا سفيرنا اللي هو في ممثلنا في عتلون عنه يكون مريض، انه ان هو كان مرض، كان هو اللي حيروح واشنطن. ايه وقال لهم عنه مريض صابه مرض، ولحوا عليه من جديد انه يقدم اوراقه، وقلنا له لا امتنع. اذا العلاقات، لكن هذا لا يمنع، انا بعتقد ان نيكسون هيجي نيويورك اذا كان اذا كان في نيويورك على لان انا لما رحت سنة 60 ايزنهاور جاء نيويورك وقابل رؤساء الدول اللي موجودين. طبعا انا اذا كان سامحت الظروف انا رحت له يعني اللقاء ده، هم قالوا هو كان نازل في الولدرف وانا كنت نازل في بيت بره نيويورك حوالي 40 ميل بعيد جدا علشان عمليات الامن بالنسبة لليهود. كنت واخد معايا حراسة من هنا وجميع الترتيبات من مصر انهم كانوا مهدديني تهديد كثير، ولكن ذهبت وقابلت ايزنهاور وتكلمنا الحقيقة جلسة طويلة، وكان في مكملا بريطانيا وجاء زرنا ونحن زرناه، وبعدين كان في خروشوف ايضا هو زرنا واحنا زرناه، وكان في بقى نهرو، سكرنو، نكروما، دول الكتلة الشرقية كلها، ونشفتهم كلهم الحقيقة، وتيتو. وما جاء ما ايزنهاور بقى ما شاف العدد ده جاء قعد في نيويورك والتقى بالجميع. ان انا قلت لهم ان انا ما بروح واشنطن يعني فهم الحقيقة جم، ولكن هو رايح رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي كوسيجين، فلازم هيجوا ويقابل نيكسون، وربما يعملوا لك دعوة لزيارة واشنطن. إذا عملوها، إذا كان تعتقدوا أن هناك إلى أنا رأيي إن أي فرصة للكلام ما تضيع مهما كانت الظروف. إذا وجدت الفرصة لماذا نضيعها؟ هذاك هو السبب اللي جعلنا نعاود العلاقات مع الولايات المتحدة. بقينا سنتين ما هناك أي اتصال، ومنذ شهر 6 أشهر و7 عندما كان هناك قائم بأعمال، كلما كان عندنا شيء بالنسبة للقضية نقوله له. طبعا هذاك ما عنده فيه تأثير، ما يأثر عليه تأثير كبير، ولا سيما بالنسبة موقفهم الدولي وموقفهم تجاه إسرائيل، ولكن يسمعون هذاك صوت آخر لازم يسمعونه. هذا مفيد. إذا إن سمحت الظروف بالاتصال بنيكسون إن شاء الله.